ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى بصوا ماما جابت تشكيله كده حلوه من السمك، فقلنا ايه نعملها مع بعض. دي اول حاجه، انا كنت منضفاها طبعا ومخليهم زي الفل بالليمون والملح والدقيق. طبعا ما بحطش الخل على اي اسماك او فراخ او اي حاجه من دي، انا ما بحطش عليها خل خالص. المهم هنا ماما كانت جايبه سمك، انا اول مره كنت اشوفه، كانت جايبه تعابين اللي هي الصغيره دي، وجايبه سمك بولتي عادي وسمك مكرونه، وكانت جايبه كمان سمك تاني مش فاكره كده اسمه ايه. المهم البتنجان غسلته وحطيته على النار كده عشان نعمل ايه البابا غنوج. وهنا تعالوا بقى نعمل تتبيله السمك، ماما هتعملها فظيعه جميله جدا. هنا جابت الخلاط او كب او اي حاجه، هتحط فلفل رومي وفلفل حامي، وهتحط ليمون، والهريسه دي هريسه بتوم للاسماك والحاجات زي كده يعني، مش هريسه الشطه العاديه، دي هريسه بتوم. هي حطت فلافل زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هتحط بقى التوم، طبعا تحط بقى شويه توم حلوين والخل بقى والليمون والكلام ده كله. المهم ما تنسوش تحطوا لايك يا جماعه. وفي حاجه كمان كنت عايزه اقولها لكم، يا ريت كل اللي مشترك عندي في القناه يلغي الاشتراك ويقوم مشترك من اول وجديد تاني، عشان المشاهدات طبعا واقعه خالص. انا كان الشروط بتاعتنا في القناه ان انا اتم ال1000 مشترك، ولسه طبعا الساعات 4000 ساعه دي لسه ما جبتهاش. فالمهم انا الحمد لله تمينا ال1000 مشترك، بس اهم حاجه يعني عشان القناه تجيب مشاهدات لازم اللي كانوا عندي يلغوا الاشتراك وايه ويشتركوا من اول وجديد تاني. فلو انت مشتركه بقى عندي الغيه واشتركي في نفس الوقت يعني، بس كده عشان يجيلي ايه المشاهدات. المهم هنيجي بقى هنا نكمل التتبيله. القمر حطيت التوم، ماما حطت كزبره وكمون، وحطت اللهم صل على النبي، تملحي بقى التمليحه بتاعتك المظبوطه، وطبعا تكتري في الليمون والخل، وكمان حطت كمون، والكمون تحطي شويه كتار كده وايه، وحطت اللهم صل على النبي الكزبره. هتيجي هنا ده السمك المكرونه زي ما قلت لكم هتتبلته، وده كمان اللي هي اللي هو التعابين ده، دي تبقى تسليه كده، هي بتتقرمش كده. طبعا انا ما بحبش الاسماك كلها، فبس ايه بسجلها لكم. ده السمك البلطي، بصوا كنت منضفاه زي الفل زي ما قلت لكم بالليمون والدقيق والملح، ما بحطش خل خالص. والتتبيله ماما عاملاها ريحتها جميله قوي يا جماعه، ريحتها والله العظيم هتعجبكم قوي مع الهريسه ام تومي اللي ماما عاملاها دي، كانت تحفه قوي بجد. هتبداي بقى تتبلي السمك بتاعك، والسمك ده انا مش فاكره اسمه ايه بصراحه والله بس هو سمك يعني. المهم هتتبلي كده، بص السمك كله اتبل كده زي ما انتم شايفين، ماشي كده كله اتبل زي ما انتم شايفين. هو اسمه قراقير السمك اللي هو الاولاني ده، هو اسمه كده ما اعرفش بقى هو. هي ماما قالت لي اسمه بابا غنوج كده مع بعض، تحفه قوي. بعد ما البتنجان اتشوى، ماما قشرته وبعدين حطت عليه على طول ليمون. هتحطي كده فص ليمون كبير، وبعدين تبداي ان انت ايه تهرسيه كده بالشوكه، ممكن تعمليه في الكبه عادي جدا. وبعدين خدت من تتبيله السمك، خدت منها معلقتين كده كبار، حطيتها على الايه على على البتنجان. وهتحطي بقى كمون، وهتحطي كمان اللهم صل على النبي الملح، وحطت شويه كزبره ماما، وهتحطي شويه بابريكا. بس عايزه تحطي شطه حطي، بس هي ماما حطت تتبيله السمك طبعا فيها فلفل وكده، فهي متظبطه. بجد يا جماعه طعمها يعني حكايه. هتجيبي بقى الطحينه بتاعتك تحطيها كده، تحطي شويه طحينه بقى خام عشان تديكي بقى الطعم والتست الجميل جدا. زي ما انتم شايفين حطيت كده الطحينه، وهتبداي بقى تقلبي. وبصوا كانت طعمها جميل قوي، انا بحب البابا غنوج ده بعيدا عن السمك يعني. حطيت شويه زيت، وهنسيبها بقى على جنب لغايه اما نيجي بقى ايه نخلص الاكل كله، نقدم بقى مع بعضينا كده ان شاء الله. المهم بصوا بقى شكله من قريب كان تحفة قوي. تعالوا نعمل كمان سلطة الطحينة، بصوا حاجة بقى جميلة قوي ونضيفة. حطت هنا بقى ايه كده ماما طحينة زي ما انتم شايفين، وهتحط علبة زبادي كبيرة، وبعدين هتبدأ تقلب الطحينة مع الزبادي. طبعا ممكن ما تحطيش الزبادي، بس هي بتكون بالزبادي طعمها حلو قوي. ماما بتعملها يعني مع السمك بتكون جميلة جدا. هتبدأ بقى تقلب الطحينة مع الزبادي كويس جدا، وبعدين هتحط برضو من التتبيلة اللي هي كانت عاملاها للسمك دي هتحط. بس طبعا هنا الطحينة بتتقل معانا، في نفس الكوباية بتاعت الزبادي ماما حطت فيها شوية مية، وتبدأي تخففيها. طبعا تخففي لغاية السمك اللي انت عايزاه، السمك اللي يناسبك هتفضلي تخففي بيها بالمية. طبعا مية سخنة مية عادية عادي الاتنين واحد، بس احنا كده كده الجو حر فايه بنحط مية ساقعة يعني عادية. هتحطي بقى من التتبيله بتاعت السمك على الطحينه، وكلي بقى الطحينه بجد طعمها جميل قوي قوي قوي، والله العظيم طعمها حلو قوي بجد. وبعدين هتحطي رشه برضو من الكمون، ورشه من البابريكا، وهتحطي النص ليمونه اللي انتوا شايفينها دي من اول الفيديو هتحطها
هتحطها في الطحينة. بجد والله يعني الطحينة، السلطة بتاعت الطحينة وبتاعت البابا غنوج والسلطة الخضراء هتشوفوها دلوقتي حاجة بقى فاخر من الاخر، جميلة قوي. المهم بصوا الطحينة احنا حبينا السمك ده بتاعها، فهو ايه كان قشطة عادي كده حلوة قوي. تعالوا بقى هنا ماما هتعمل طريقة للسمك جميلة قوي، جميلة قوي قوي يعني. بصوا هنا جابت بصلتين كده او بصلاية كبيرة وقطعتها كده على ايديها من غير كب يعني، وهتبدأي تشوحيها في شوية زيت. وبعدين هتجيبي اول ما البصل يدبل معاكي، هتجيبي نص معلقة من التوم اللي هو اللي انت دقاه عادي او فرماه او مفرزاه اي حاجة يعني. المهم اجيبي نص معلقه من الثوم، واول ما الثوم كده بقى يتشوح مع البصل وريحته تطلع وتكون جميله، هتكون معاكي بقى صلصه. احنا عندنا طبعا الطماطم عاملينها في الفريزر، فمطلعين كيس صغير كده ماما هتعمل بيه ايه الوصفه دي. بس بجد الوصفه يعني الصينيه اللي ماما عملتها، هي عملت سمنكتين بالطريقه دي بجد اتاكلوا يعني، انا ما اكلتهمش بس هم اللي كلوهم. هتجيبي معلقتين صلصه كده او معلقه كده كبيره مع الثوم اول ما ريحته تطلع. كانت ريحه الثوم جميله أوي، انا بحب ريحه الثوم. المهم وهتبداي تقلبي الصلصه، وبعدين جابت بعد ما حطت الصلصه هتحطي معلقه كده او معلقه ونص كبار من التتبيله بتاعه السمك. وشمي بقى بجد الريحه كانت جباره، كانت جميله جدا. بعدين بقى هتجيبي اللهم صل على النبي، تبداي تشوحي كده فيها شويه لغايه بس ما تتسبك كده دقيقتين مع بعض. وبعدين هتجيبي الصلصه زي ما قلت لكم، كيس صلصه او ضربه طماطم في الخلاط، وتقومي حطاها. احنا كده جبنا كيس الصلصه وهتسيبيها بقى تتسبك. بصوا ماما حطت لها كمان فلفل اسود وكمون، وحطت الملح، ظبطت الملح يعني. وهنا البصل عشان ايه، مقطعين بصل هنا عشان الرز. هنا بقى الدقيق، هتجيبي الدقيق تحطي ملح كمون وكزبره، عايزه تحطي كركم حطي، بس احنا من الناس اللي مش بنحب نحط كركم في السمك، لان الكركم بيشرب زيت يعني، فاهميني؟ فمش بنحب نحط كركم في السمك ابدا. ماما حطت شويه بابريكا بس كده، مش هنحط حاجات ازيد من كده. هتبداي بقى تقلبي الدقيق، ولا بتحطي ماما نشا والكلام ده؟ لا مش بتحط. جربناه بالنشا بس بجد يا جماعه دي احسن طريقه يعني. طبعا الزيت سخن، بتنفضي السمكيه من الدقيق كويس، وبعدين تبداي تحطيه في الزيت. الزيت بتاعك طبعا نضيف ويكون سخن زي ما قلت لكم، السمك هيطلع معاكم زي الفل يعني. هنا كانت التسبيكه خلاص يعني، هندفع عليها. وهنا البصله طبعا بتسيبيها بقى تحمر خالص عشان تاخد معاكي اللون البني للرز بتاعك. بصوا هنا بقى بسم الله ما شاء الله، السمك كانت ماما بتقليه بقى ريحته كانت بصوا جايبه اخر الشارع كده، ريحته كانت قلبه البيت والله، كان جميل جدا يعني. ماما التتبيله كمان اللي عاملاها حلوه قوي. جت هنا بقى اللهم صل على النبي، البصل حطت 2 لومي و2 قرنفل و2 حبهان وحطت قرفه، دي التوابل السليمه يعني. ماشي كده. وطبعا ده لسه الرز، البصله طبعا ما خدتش لون وكده، لسه تاخد لون. بصوا بقى السمكه يا جماعه، يعني انتوا تحسوها اصلا ان هي من بره من غير نشا ومن غير ان انتي تطلعي من الدقيق على ميه على الزيت، هي لوحدها كده مقرمشه. والله العظيم يعني فكره ان انتي تعملي تحطي نشا في الدقيق، وبعدين بعد ما تعمليه في الدقيق تحطيه في الميه وتقومي ايه حطاه على النار، لا والله العظيم جربوه بالوصفه دي هتعجبكم. بعد ما الصلصه بقى خلصت، راحت ايه حاطه بقى زي ما انتوا شايفين كده، جيبي بقى قرنين فلفل مع شرايح ليمون وحطي في الفرن على طول. بجد ريحتها وطعمها والله جميله قوي. هنا بعد ما البصله خدت اللون، ماما هتبدا تاخد معلقتين كبار من تتبيله السمك، وهتبداي تحطيها على البصله وتشوحي بقى، وشمي الريحه ريحتها كانت جميله قوي. وكمان حطت ايه معلقه كبيره كده من الصلصه زي ما انتوا شايفين. يبقى معلقتين من التتبيله بتاعت السمك، معلقه من الصلصه، مرقه دجاج، حطت شويه من الصويا صوص كمان، وحطت مكعب من المرقه، واتنين ليمون لومي، قرنفل، حبهان، قرفه. طبعا القرفه معروفه في الرز الصياديه بالذات يعني. وبعدين هتبداي تحطي الميه بتاعتك بقى المناسبه للرز، كميه الرز اللي انت هتعمليها، وتظبطي طبعا الملح. وهنا كنا بنكمل التحمير بتاع السمك. هنا بقى ماما كانت بتظبط الملح، بص شكل بصي الميه نفسها بالتوابل بالبصله حاجه كده تحفه. حطت هنا شويه من الحبهان، لا حبهان ايه، الورق اللورا ورق لورا مطحون، حطت شويه، وحطت شويه كمون بزياده، لان انتوا عارفين السمك واكله السمك كلها كمون وليمون ودقيق يعني. لا
كمون وليمون وخل معلش. وطبعا حطيت رشه صغنططه كده من الفلفل الاسود. وهنا الرز كنت غسلاه وسايباه متصفي، وبعدين بصوا هنا كانت الميه خلاص غليت، ماما حطت بقى ايه الرز واديته تقليبه وهنسيبه بقى يتشرب. وهنا كان الدقيق زي ما انتم شايفين. بصوا هنا شكل الرز كان جميل قوي 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 وريحته تحفه. هبدا بقى اوطي عليه ونكمل بقيه ايه القلي بتاع السمك. طبعا السمكية من دي بقى تاخديها كده وهي سخنة طالعة من النار مع عصرة ليمونة كده، وكله بقى براحتكم. بصوا السمك والله كان جميل قوي يا جماعة، وشكله وطعمه جميل ونضيف طبعا عن بره. طبعا بره مش بينضفوا التنظيف ده ولا بيقلوا زيت نضيف، بيبقى زي كده. هنا كان السمك المكرونة، قلت لها بقى خلاص يا ماما انتي اقعدي بقى شوية وانا ايه ابدا اخلص انا بقية السمك يعني. عفوا. هنا بقى سمك المكرونه زي ما قلت لكم، بدات ان انا اجيبه بقى وهبدا ان انا ابدره كويس جدا. وهروح عند النار برضو تنفضيه كويس من الدقيق، وبعدين تحمري زي ما انتم شايفين كده. بنفضه كده وبعدين ايه ابدا احطه بقى في الدقيق على طول. هنا طبق السلطه القمر اللي انا عاملاه ده جميل قوي. ماما حطت نص معلقه من تتبيله السمك، حطيت ليمون وهحط ملح وكمون وشويه خل. طبعا هنا مقطعه طماطم وبصل وفلفل وخيار وخضره زي ما انتم شايفين كده، خضره مشكله بقى. كان بقى طبق سلطه عالمي، وطبعا بشره كده جزر، كان جميل قوي. وهنا بص السمك وشكل السمك وجمال السمك كان تحفه تحفه والله العظيم، وشكله بصوا يفتح النفس. هنا بصوا بقى الاكل بعد ما خلص، دي السمك اللي بالصلصه اللي احنا حطيناه في الفرن. وهنا ده السمك القراقير تمام كده. وده التعابين وسلطه الطحينه والبابا غنوج، وده السمك المقلي وجرجير طبعا بقى وليمون. ده سمك المكرونه والرز وجماله وفلفلته. الاكل والله العظيم يفتح النفس. طبعا يا جماعه متنسوش تحطوا لايك وتعملوا زي ما قلت لكم، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.